السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو تاع نهار اليوم. فيديو متنوع، حبيت نخرجكم معايا واحده الخريجه بزاف شابه. رحت انا والوالد تاعي للسوبرات باه نشرو واحد المستلزمات كانوا ناقصيننا، وكما راكم تشوفوا ما نقدرش نقول لكم باللي يعني السلعه كانت ناقصه. مي راكم عارفين يا تكون تبدا في السومه تاعها يا تزيد، المهم هذه ما كاش تاع تنقص هذو الايامات. المهم حنا نشرو دائما من هذا السوبر ماركت باسكو فيها سلعه شويه مليحه، يعني كي نقولوا حنا في متناول الناس. شرينا واحد الصوالح كانوا خاصيننا غادي نشاركوهم معكم. المهم قبل ما ندخل في قلب الموضوع ما تنسيوش حبيباتي تابونوا في لاشين وديروا لنا هذيك الجام الشابه، تخلوا لنا كومنتير ايجابي محفز، وما تنساوش تاني اللي ما اشتركتش في القناه تاعنا ودخلت جديده اهلا وسهلا، ونقول لك مرحبا بك في العائله الخفيفه الظريفه تاعنا والبسيطه. المهم راح تستمتعي ان شاء الله بهذا الفيديو. ديك هي اختي ديري ابوني انضمي الى اسرتنا الجميله. المهم هنا كنت ديت الاتاي تاع البراد، السومه تاعو مليحه. المهم كل وحده واش تخير واش تحب تشرب. المهم احنا نحبوا نشربوا هاد الاتاي تاع البراد. دينا 5 قوابس ودينا هذه باك مايا، هذه الخماره تاع الخبز. شوفوا احنا نستخدموها بالبزاف، راكم عارفين المطلع يوميا ما نحبوش نشرو الخبز تاع برا، نحبوا المطلع تاع الدار. وهنايا كنت نحوس على المقارون والطعام. كل وحده وكيفاش تدي، راكم تشوفوا الروز كامل السلعه راهي هنايا. مع جينا في الوقت اللي كان يدخل فيه السلعه هنا دينا 2 قوابس تاع دس. راكم عارفين الصيف خاطرش ديروا العدس، خاطرش ديروا هكا السباغيتي مقارون سلطه لورداف حاجه خفيفه برك. المهم دائما العدس يكون كيما حنا في المستلزمات تاعنا باسكو الفايده لازم تكون. وهنايا دينا هاد المزهر. شوفوا خواتاتي ما نحكي لكمش الذوق تاعه كيجي في المقروض كيجي في الشاميه، الكو تاعه يجي قاصح ويجي هكا ما باليش انا ريحته تشهيب بزاف. المهم حنا ندو من هذه بزاف. اذا كنتي تاني تشري من هذه النوعيه كتبي لي في الكومنتات بنعرف بلي كاينه وحده كيما انا نحب نخير سلعه شابه. وهاد الصوالح لهم هنايا ما نكذبش عليكم ديت لهمش اهتمام، برك كنت نحوس نوريكم البخي تاعهم شحال، يعني ما ديت والو منا. كنت انا نغفل الصف هذاك تاع الطعام السباغيتي ديك الصوالح المعجنات. المهم هنايا راني نحوس معاكم وراني فرحانه بالبزاف كي راني نشارك الروتين تاعي اليوم، وكي راني نشارك الجوله هذه قلت لابي لازم عليا نشاركهم هاد الخرجه باه يعني نوفل بالوعد تاعي اللي هو اني ما نخبي لكم والو. انا كنت ديت هذا الطعام هذه تاع اكسترا البنات اللي تحب تاكل طعام اكسترا كل واحده وكيما قلت لكم واش تخير الطعام اللي تحبيه. المهم يا البنات هنا ديت 5 قوابس. حنا ندوك شغل ماشي كي حنا مستلزمات تاع اسبوع ولا اسبوعين، انا ندو تاع شهر كامل والحمد لله تكملنا شهر. المهم هنايا هذا مقارون يا البنات. كنت نحوس هنايا على واحد المقارون عجبني بالبزاف كما قلت تشوفوا فيه بابيو. راكم عارفين البنات سورتو الصغارات يحبوا هاد الصوالح. ديت مقارون تاع بابيو هكا وكما راكم تشوفوا البنات راني نشارك معاكم كامل المستلزمات تاعي وراني فرحانه بالبزاف. نتمنى التعب تاعي هذا والتعب تاع المونتاج ما يروحليش غير هكا. مالا ديروا لي ابوني وفرحوني بالجام تاعكم هذيك وخلوا لي كومنتير محفز. وهنايا حبيباتي كنت ديت هذيك القابسه تاع الملح وما على باليش هنا واش راني نقلب يا البنات. هادو منا كنقولوا حنايا جهه غير تاع الكاطو تاع الضياف، كاطو اللي يجي في التحليه يجي سامبل ما فيش كريم هكا تاع شوكو ولا فاني. هنا كنت خديت 2 قوابس تاع مارغرين سول. المهم يا البنات ديت غير 2 قوابس باسكو واقيلا راهي كاين في الدار، خدينا غير هادو 2. المهم احتياط برك. وهنا يا البنات راني نصور لكم في الجهه تاع الكاطويات، جهه من هي تاع الفرينه راهي من تاع السميد كيما راكم تشوفوا. هنايا كنت خديت نورمال مو حاجه لا هادو منا غير تاع لي كوش تاع البزاوز والله ما على بالي على جيت هنا قاعد نصورها ان ما عندناش باز صغير كاع صغير يستحق هاد الصوالح. المهم بغيت نشارككم كلش وما خبي لكم والو حبيباتي، شويه نضحكوا شويه نفرحوا شويه نزعقوا كما راكم تشوفوا. ما على باليش انا وش داني هنايا عند هادو. هنا جبت لكم لانجات حبيبات
هذه إسلاك، والاخرى ما على باليش وقيله من نفس النوع، كل وحده على حسب الريحه اللي تحبها. انا هاد الصوالح غير تاع لي كوش والله ما على بالي علاش جيت هنا يعني. المهم كي نروح ناكل رف واش فيه هادو الصوالح هنايا، لي كونفيتير تاع المشماش، تاع الكرموس، كل واحده وكيفاش يعني. المهم غادي ننتقلوا ليكم للجهه الاخرى. هنايا راهم صوالح تاع الكاطو الحسل، هادوك لي كيسات. وانا تامنوا حصلت لي هاد الكروسه ما على باليش علاش كانت واحد العقبه هكا. هنايا هادو الصوالح تاع النظافه غريزي جافل، حنا خدينا هذه اومو كبيره وقيله فيها ما على باليش شحال من كيلو. المهم تشد لنا شهر ويزيد يبقى لنا من الفوق. وهذيك الثانيه القرعه تاع الايزيس كبيره بالبزاف. حنا ندوك شغل صوالح لي يستمرونا، ماشي نقعدوا غير ساعه ساعه نروحوا نشرو ساعه دو حاجه هكا كونتيتي كبيره هكا. مهم البنات هنايا صوالح مستلزمه تنظيف، ما ديت والو غير قرعه جافيل وحده اوم وحده ايزيس. هنايا لي هادي الكونفيتير ولا طوماطيس تاع القوطي. هنا الطماطم المعلبات امنوا حنا كامل ما ندوش منها. علاه نخدموا الطوماطيس بيدينا، سورتو ماما كيما قلت لكم تحب تعلب كيما حنا بصنعتها، راكم فاهمين. ما تحبش تشري هذوك الطماطم المعلبه، هذوك الاكلات معلبه، تحب الاكل الصحي. ديك هي تخدم الطوماطيس بيديها وتعلبها في الكونجيلاتور، ما تحبش هذوك الصوالح المعلبين وكاع. وهنايا رانا في القطاع تاع النظافه كما قلت لكم ما زلنا مستمرين فيه. كنت نحوس على القابصه هكا صغيره نحتاجها في واحد الاخر، بصح قال لي ابي معليش غير هذيك وتكملنا ان شاء الله. المهم البنات راني بارطاجي معكم هذا الفيديو، راني مونتاجي لكم وفرحانه بزاف كي راني نوري فيكم ونهدر معاكم ونقصر معاكم. انا هادو الصوالح تاع المعطرات تاع الارض غريزيل كامل تامير تاع كل وحده كيفاش دايره. وهادو لي جفو، هادو القرع تاع كيما حنا فليتوكس، وهادو تاع الدبان الحشرات. هنايا هادو تاع لي زالومنيوم كان اللي تحب ديرها في الكوشه تاعها، كل وحده وين تحب ديرها. المهم البنات نتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي بارطاج، اللي يحبوا روتينات خرجات شابين كي من هادو. المهم انا خرجت وما حبيتش نمنع هاد الفرصه باه نصور لكم، نحب نشارككم كل شيء. هادو صواح تاع الكاطويات كونفيتير منا من هيه، وضربت لكم اخر طله ورجعت عند ملحان وتبان تفع على السرعه ونشوف شحال خرجت لي ساعه. معليش خرجت لي حاجه قليله ماشي بزاف. المهم على حسب مديت. وهذه هي البنات راني معاكم كي قال لك فرحانه. شوفوا هنا ليستا اللي رفتها راهي معمره، كتغير نشوف فيهم مخلوقه قلت ماليش. المهم نصور. هنايا هذه ميمي، شوفوا حبيباتي وين راهي داخله، وين ما تلقى ساشيه راهي تدخل فيها ما على باليش كيفاش تموت على حاجه تخرخشك من هكا. وهنا الفطور تاعنا كان الحوت بالشرموله. كيفاش جاي حبيباتي الكل تاع ما تصوروش، جا روعه روعه. سورتو اختي تخدم هذه الشرموله على باليش واش دير فيها، قزبر معدنوس شويه منا شويه من هي توابل. وهنا كانت دارت لنا الزروديه والبطاطا يتشرش، مو تخدم لنا سالاد. ما لازمش دير لها نقولوا حنايا الحوت وحده، لازم دير هكا سالاد معها. باسكو انا ما نكذبش عليكم ما نبغيش الحوت، ومع ذلك الريحه تاعه شهتني وكليت والله لا كليت. ما نبغيش بصح هذيك الشرموله وكاع خلتني ناكل. وقلت لها خطره جايه من منعش مع راني منعش حامل حاجه من قبل. المهم هاد الخطره قلت لها سيبري ناكل 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 باسكو الحوت شنو نبغيه. وكي دارتنا هذيك الشرموله صاي وليت نبغيه. شوفوا حبيباتي كيفاش راهي بان. انا ما نكذبش عليكم خاف منه، سورتو كنشوف عيني حمر هكا وداك ما نقدش نقيه. ومع ذلك اتحمست وبديك الكوتا الشرموله كليت وزدت كليت. وقلت لها الخطره الجايه نزيد ناكل اذا درتينا هذيك الشرموله الشابه تاعك. المهم حبيباتي على بالي بلي كامل تعرفوا تخدموا هذيك الشرموله، على بالي كامل قازات وكامل حدقات. ديك هي على جن هذا الوصف اعطوني ابوني خوتي ودعموا القناه ديالي، وراح ان شاء الله نكون معاكم اليد في اليد ونطلعوا هذه القناه. وحفزوني، نحب التحفيز انا والله، غير التحفيز اللي قالك مطلعني، نحب التحفيز. المهم راهي دير فيه ينقلها وراني نصور معاها
قلت لها لازم حاجه ما تفوتش المتتبعات تاعنا. حبيباتي والله نبغيكم بالبزاف، اقسم بالله العلي العظيم نحبكم واحد القدر ما تامنوش عقلكم، لانكم انتم الوحيدين اللي تفهموني وتحبوني وتحسوا بالمشاعر تاعي. نحب انا كشغل اجتماعيه، نحب الانثى، نحب هكا اللي يشاركني التعليقات، سورتو كي ترسلوا لي هذيك التعليقات الشابين تاعكم. والله العلي العظيم غير نتحمس في هذيك الدقيقه نقول لاختي تنوضي نديرو درك فيديو باسكو صاي حبوني وحبيتهم تامنوا. والله كنت لك فيديو نشوفكم تفرجتوا له هكا وكاع نحسكم باللي راكم تحبوني، ونحس باللي كاين مشجعين، يعني كاين جماهير كنقولوا حنايا. المهم نشكركم بالبزاف والله، شكرا والف شكر لكم. ربي يحقق لكم الاماني تاعكم، ربي يحقق لكم المطالب. اللي مريضه الله يشافيها، واللي بحاجه الى كنقولوا حنايا الى شيء وضروري ربي حقه ليها وربي يجيبه لها ان شاء الله. المهم حبيباتي راونا الحوت تاعنا طاب وراني نشوف فيه وخايفه كنت داك الوقت ما نبغيش. كي طلعت الريحه هكا يا ربي ديك الريحه تاع الشرموله، قلت لها والله غير ناكل ادي ما فوتش هذا اللقطه. وهنايا اخر صوره ليكم يا البنات مع هذا التبسيط تاع الحوت والمنظر الجميل. كنت غير انا واختي في البيت وحدنا. المهم هنا كنت نحيت هاد الزروديه والبطاطا، على بالكم الضمير راه ليا انا ولا خدمه اختي. والله راني متحفزه ديك هي الهضره راني تخلط لي. المهم هنا كنت نحيت هذاك الجقور رجلاخ ومنا من هي، ونقت البطاطا نقت الزروديه وحطتها لنا في الطبسي وبردتها مليح 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 في الفريجيدير. وهذيك الريحه تاع الخل والملح والزيت ما تامنوش عقلكم. المهم واحد الملاحظه صغيره حبيباتي عزيزتي، الزيت زيتون ما تفرطوش فيه يا حبيباتي، الفائده اللي راه فيه ما تصورش عقلكم. حنا صح نطيبوا بالزيت، راح تقولي لي على باب راح تقولي لي بلي راكم طيبوا بالزيت، كيفاش راك تقولي لنا زيت زيتون؟ الزيت حنا نخدموا به في واحد الصوالح هكا يسحقوا الزيت، باسكو الزيت زيتون ما لازمكش طيبي به خاطش ينحرق، راكي فاهم الزيت زيت زيتون يحرق. الزيت نطيبوا به في واحد الصوالح وسوتو كيجو عندنا ضياف، والزيت زيتون نطيبوه لنفوسنا يا حبيبتي. هذاك الفايده اللي فيه والله ما رانا مستغلينه، تامنوا والله ما مستغنيينه. هاد زيت زيتون لازم لك يا حبيبتي كي تشريه يعني من مكان موثوق. ودوك نقول لك الطريقه اللي تعرفي بها زيت زيتون الجيد من المغشوش، حطيه في الكونجيلاتور كميه صغيره، اذا جمدت حبيبتي راكي كنقولوا حنايا راكي نجحتي في اختيار زيت زيتون الجيد. اذا جمد لك عرفي باللي هذا الزيت زيتون راهو صحيح، اذا بقى سائل وما جمدش عرفي يا حبيبتي باللي هذا الزيت زيتون راهو مغشوش صاي، وراهم زايدين له الزيت الاخر تاع كنقولوا حنايا تاع الحويانيت وكاع. المهم حبيباتي هنا رانا خلطوا في البيطراف، على بالكم حيرني هذا البيطراف كشغل المنظر تاعه جاي بارد ماشي احمر فونسي، لا جاي بارد ما على باليش السبب وين راه. المهم حبيباتي هنا شريت هاد الصابون تاع حليب الماعز، بصح ما على باليش اسكو صح يفيدني ولا لا. نتمنى تكتبوا لي في لي كومونتيرات اسكو نقدر نخدم به، اذا كاش وحده شريتها وفادها تخبرني وتقول لي عليه في لي كومونتيرات. السلام البنات، شوفوا هاد الوصفه تاعنا اللي درناها الخطره اللي فاتت، اللي ما شافتهاش ترجع لا فيديو تاع الخطره اللي فاتت وتتبع معاها. المهم هذه هي كنت خرجتها من الكونجيلاتور واحد الساعه ولا 2 سوايع، من بعد حطيتها في هاد القدره درت فيها الماء حامي وحطيت هذه تاع بلاستيك بسينه تاع بلاستيك، وخليت هاد الوصفه تدفى باش نديرها من بعد في شعري ولا. المهم البنات هذه شوفوا القوام تاعها كيفاش دايره ثقيله، تحبي تزيدي تطحنيها باش ما تخليش فيها هاد الجقور وهاد البقايا وكاع، دبري راسك كيما تبغي نتيا. المهم هذه هي الوصفه تاعنا البنات. على بالكم البنات هنايا واش درت؟ رحت عند القطه تاعي وريتها الفوطو تاعها من كانت صغيره، وتشوفوا هاد الضحكه تتشبع. اي قالت نضحك عليها انا واختي، قلت لها شوفي كي كنتي زعفت عليا، قالت غير نلعب معاها تقبشني نشوفوا كي دارت لي، قالت لي بعديني راك تضحكي عليا انت الفوطو تاعي. قلت لها معليش كاع كنا صغار وكنا هكا كيوت وشابين، انت تاني لا تزعفي، شوفوا كي راهي تعافر فيا زعفت حقا راكي تضحكي على الفوطو تاعي من كنت صغيره. المهم حبيبتي قطتي فري عدوانيه ما تبغيش كاع السياسه، يعني كي تشوفيها لزت لك وبدات تحكك عليك وتقول لك مياو زعما هكا كي نروح نتلطف معاك، عارفي باللي راهي جيعانه وغير تاع مصالحها. شوفوا
قطة تي غير تاع مصالحها، تجي عندي هكا تلعبها عليا لطيفة غير لخاطر الماكلة. كي نعطيها الماكلة وتشبع، شوفوا نجي نتوشيها هكا تكون تعاطفية. ما على باليش على اسكو عندكم نتوما كيما قطتي هكا ولا قطتكم. نقولوا حنايا سلميه ماشي عنيفه كيما قطتي. المهم هنا كنت زعفانه علينا علاش تضحكوا على الفوطو تاعي وانا صغيره. هذه هي البنات. المهم البنات، هذه اللوبيا الخضراء اللي ما يعرفهاش الطريقه الصحيحه للتخزين تاعها راح ندوم لكم الشتا كامل وما تضيعلكمش. شوفوا البنات، غادي نطيبوها نصف الطياب صاي، ومن بعد نديروها في اكياس ونديروها في كونجيلاتور، وغادي نشاركوكم خطوه بخطوه باش تعرفوا. هي بعد ما غسلتها درتها انا طيب على النار كما تشوفوا. طيب لي غير نص طياب، ومن بعد نديروها في ماء جامد مباشره. كي نخرجوها من طايبه نص طياب نديروها في ماء جامد، ومن بعد نوريكم كيفاه. وهنا كما تشوفي اللوبيا طيبتها، وغادي نوريك كيفاش ندير لها سينا ما بارد مقلاصي كما تشوفي جامد. وهنا مباشره نقوم بوضع هذا هنا في الماء بارد. وهنايا كي درناها في الماء بارد غير ما تكحالناش، ودركا غادي نديروها تنشف. كي تنشف ديروها في اكياس بلاستيكيه ونديروها في المجمد. ها هي الكيس البلاستيكي تاع المجمد كما تشوفوا، وغادي نديرو فيه هي بعد ما خويتها من الهواء. شوفوا غادي نديرها معكم في الكونجيلاتور. هذه طوماطي السوريز، هنا المطلوع تشوفوا. وفي الاخير حبيباتي نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم.